السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم معانا واكلات على قد الايد. النهارده هنعمل مع بعض كشري الاسكندراني بالبيض المدحرج. ان شاء الله وصفة سهلة وبسيطة وهتعجبكم. تعالوا نقول مع بعض المقادير. معانا نص كيلو من الرز، كوباية من العدس الاصفر، بصلاية متقطعة صغير، 3 بيضات مسلوقين، وملح وكمون، وطبعا ما ننساش السمنة. ودلوقتي تعالوا بينا نشوف هنعمل ايه. معانا حلة سخنة على النار، نزلنا بيها بمعلقة كبيرة من السمنة او معلقتين من السمنة. اول ما يسخنوا كده معانا هنقوم نازلين مع بعض بالبصل. ننزل مع بعض بالبصل ونشوح البصل كويس. انا مش عايزة البصل طبعا يغمق، انا كل اللي عايزاه بس ان هو يتشوح. وهنزل عليه بالرز وهقلب الرز كويس عشان عايزة الرز يتحمص كده معانا عشان يطلع مفلفل وحلو. هقلبه تقلبتين وهنزل بالملح وهنزل بالكمون، وبرضو هقلب كله مع بعض لحد ما اتأكد ان الملح اتوزع على الرز كله. هنا بقى هنزل بالمية، عقد المية طبعا مش زي الرز العادي، لا بيبقى اقل شوية، يعني يدوبك عقلة صباع. وهنا نزلت بالمية. هنزل بقى بالعدس، اخر حاجة العدس هنزل بيه عشان طبعا العدس بيستوي قبل الرز، ما ينفعش انزله مع الرز. وبعدين هقلب كل الكلام دوت مع بعض، اقلبه كده كويس لحد ما الاقي ان ايه الرز اتوزع. خلاص كده خلصنا الكشري. نيجي بقى هنا معانا طاسة على النار وفيها معلقة من السمنة، ونزلت عليها بالبيض، وهفضل اقلب كده واحرك في الطاسة عشان طبعا البيض ما يلزقش معايا في الطاسة. هفضل اقلب كده واشوح يمين وشمال لحد اما البيض يتشوح معايا. وهنا البيض اتشوح كده تمام. نرجع بقى نشوف الرز بتاعنا، والرز بتاعنا اهو خلاص فاضل له حاجات بسيطة ويستوي، وبكده يبقى استوى معانا. وده شكله النهائي الكشري الاسكندراني بالبيض المدحرج. بصوا يا جماعه، عايزاكم تشوفوا معايا كده الرز. بصوا الرزايه مفلفله وجميله ازاي. بتمنى تجربوه بجد، ان شاء الله هيعجبكم. وما تنسوش بقى لايك واشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.